السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو بسيط وسهل، وهو ايه؟ الكاتشب. سهل جدا جدا وبيبيعوه بره باغلى الاسعار. على ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض ان شاء الله. وهو عباره عن ايه؟ كيلو طماطم، لو عايزاه سبايسي تحطش قرنين فلفل حامي، نص اقل من نص كوبايه خل، معلقتين نشا، فصين 3 فصوص توم بعيالهم، خلوا عيالهم يعني ما تعملوهمش حرام، ومعلقه بهارات الكاتشب هتلاقيها عند العطار ورخيصه يعني مش غاليه، ومعلقتين سكر بس. وهنعمل ايه في الطماطم؟ هنغسل الطماطم ونعين طبعا اللي فيها ده، ونحطها في حله بربع كوبايه ميه، ونوطي النار شويه عشان ما تلزقش مني، وهوريكم هعملها ازاي ان شاء الله. اهو يا حبايبي غسلت الطماطم وحطيتها على النار، وحطيت فيها قرنين الفلفل اللي هم السبايسي، وفصين التوم و3 فصوص التوم بعيالهم، وغليت 10 دقايق كده قمت طافيه عليها، وهتبرد واقوم حطاها في الخلاط اضربها وهوريها لكم ان شاء الله. اهو يا حبايبي ده شكلها بعد ما فرمتها في الخلاط بالثوم والفلفل، نعمتها قوي. طبعا هنصفيها بمصفى يكون ايه ما تنزلش البذر بتاعها، احنا مش عايزين ولا نقطه بذره تبان فيها، فهصفي الكميه واوريها لكم بعد ما اصفيها ان شاء الله. اهو يا حبايبي لما صفيتها انا عايزه البذر ده ما ينزلش في قلب الطماطم، فعشان كده لازم تصفيها بمصفى ضيقه. شايفين البذر؟ هو ده اللي انا مش عايزه انزله. خلاص ماشي، اتفقنا. هنشوف بقى نعمل ايه بعد كده ان شاء الله. اهو يا حبايبي بعد ما صفيت الطماطم بصوا ده شكلها، ولعت عليها النار، وهنحط عليها دلوقتي معلقه توم باودر وبصل باودر وبابريكا، وهي بتغلي نسيبها برضو تغلي شويه وتتقل شويه، وهوريكم برضو هنعمل ايه ان شاء الله. اهو يا حبايبي منظر الطماطم، وما حطينا عليها الثوم البودر والبصل البودر، وحطينا عليها اللهم صل على النبي ايه الثوم والبابريكا. هنحط بقيه التوابل اهي تاني، اللي هي معلقتين السكر وايه والبهارات بتاعه الكاتشب اللي انت بتجيبيها من عند العطار. عايزه تجيبيها وتحطيها ماشي، مش عايزه، بس هي بتديها ريحه بصراحه حلوه وبتديها طعم كمان. واخر حاجه هنضيفها ليها اللي هي معلقتين النشا، عشان ما يبقاش بعد كده حطينا حاجه تاني، ولما اجي اعمل النشا هوريكي هضيفه ليها ازاي. اهو يا حبايبي معلقتين النشا، وحللتهم مش بميه، حللتهم بخل عشان تحسي بالمزازه بتاعه الكاتشب اهي. واول ما هينزلوا على الصلصه اللي هي الطماطم ايدك تبقى فيها زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال بتاعها واللون، برضو اللون ده في الباربيكيو هو اللي عمل اللون الجميل ده. والبابريكا برضو هي اللي عملت اللون عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. بصوا جمالها ولونها. نسيبها تغلي غلوتين 3 كده لغايه ما نشوف السمك اللي احنا عايزينه ونديها حبه زيت اخر حاجه، وبعد كده تهدى ونحطها في البطرمانات. بصوا لونها، بصوا شكلها عامل ازاي. واول ما هطفي عليها هوريكم شكلها ان شاء الله. اهو يا حبايبي ده شكله بعد ما خلص. طبعا انت في الاخر خالص بتملحيه الملح اللي انت بتحبيه، يعني شوفي نسبه الملح اللي انت بتحبيها وبتملحيه، وده شكله النهائي. طعمه والله زي طعم اللي بره، يمكن احلى وانضف كمان. وانا اللي جرأني على ان انا اعمله لكم واحده صاحبتي والله شغاله في مصنع صلصه وكاتشب وحاجات زي كده، وقالت لي على الطريقه اللي بيعملوه بيها. واذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك بتاعكم واللايك الجميل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.